السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل معاكم نواعم تانية من نواعم العيد، وهو البسكوت. البسكوت ده بيبقى سبيشال، طعمه خطير، ريحته لوحدها تجنن. أهم حاجة يا جماعة في النواعم نوع الدقيق مهم جدا، ونوع الزبدة اللي هتستخدميها أو السمنة مهمة جدا جدا. دي اللي بتفرق بين واحدة وواحدة. يعني واحدة ممكن تبقى عاملة البسكوت بتاعها بكل التكات الصح، بس الطعم مش بسكوت، طعمه غريب جدا. اللون نفسه كمان بيفرق. درجة حرارة الفرن مهمة جدا جدا عشان تديكي اللون الذهبي والموحد لكل البسكوتات بتاعتك، تبقى كلها شكل واحد، ما تبقاش غامقة من تحت وفاتحة من فوق، أو محروقة من الجنوب ومن فوق مختلفة. لا، اللون كله الواحد ده انتوا شايفينه دوت، ده بيبقى درجة حرارة مظبوطة والتسوية الصح. يبقى مهم جدا عندي نوع الزبدة ونوع الدقيق، درجة التسوية، وازاي اسوي النواعم بتاعتي. انا هنا معايا 600، انا عامل كيلو دقيق، معايا 600 جرام زبدة مخلطة، يعني نيوزيلندي على كريستال، والاتنين مع بعض يدوا طعم في منتهى الجمال، بس النيوزيلندي اكتر. يعني انا عاملة 400 جرام نيوزيلندي و200 جرام كريستال. طبعا لازم تكون خارجة من التلاجة يعني ساعة ولا حاجة، عشان تتضرب ضربة كويسة وتديكي الهشاشة بتاعة الزبدة. هبدأ ان انا اضربها، وبعد كده انزل بالسكر بتاعي. السكر 350 جرام سكر ناعم. هبدأ ان انا، اللي بيحب البسكوت كده كان مظبوط جدا جدا، عايزه يبقى السكر بتاعك تحبيه اوفر قوي، ممكن تعملي 400 جرام، بس كده كان مظبوط قوي. فنحط السكر بتاعنا واحده واحده عشان ما يبهدلش الدنيا طبعا، وعشان كمان اضمن ان هو اختلط كويس بالشكل ده. وعامله طبعا على سرعه هاديه لغايه ما يتلم معايا السكر شويه مع الزبده، وبعد كده اعلي شويه عليه الضرب. كده انا خلصت، بدأت ان انا اسرع شويه علشان تتضرب كويس قوي قوي. لما وصل للمرحله دي ابدأ بقى اهدي تاني عشان انزل بالبيض. البيض انزل واحده واحده لغايه ما تختلط. انزل بالبيضه التانية، انا معايا 5 بيضات، هنزل بيها واحده واحده لغايه ما يتضرب، وبعد كده انزل باللي بعدها، وهكذا لغايه ما يخلص معايا ال5 بيضات. ده كل ده على سرعه هاديه. بعد كده هنزل هعلي السرعه بتاعتي. كده خلصت البيض. هبدأ بقى ان انا انزل بالفانيليا، طالما في بيض يبقى فانيليا سايلة او بودر براحتك تماما. معايا هنا بقى اللي مخلي البسكوت بتاعتي في حتة تانية خالص، قصنص حليب. العلبوة صغيرة جدا، هي عبارة عن معلقة كبيرة مش مليانة لعينها يعني، اللي هي القطرة الصغننة دي. دي بتيجي من أي محل حلواني، يقولوا أنا عايزة قصنص حليب. بجد بجد بيفرق في الطعم، كأنك جايباه جاهز وأحسن من الجاهز. كيلو الدقيق أنا حطيت عليه معلقتين كبار بيكنج باودر وذرة ملح، أو هقلبهم كويس جدا. وبعد كده ابدا ان انا عشان اضمن ان البودر والملح بقى متجانس مع كل المواد الجافه اللي هي الدقيق، هنزل بقى كده بكل الكميه. بعد ما ضربت الزبده بتاعتي كويس جدا مع البيض مع السكر والفانيليا، هبدا ان انا انزل بالدقيق والبودر والملح. الملح طبعا بيعزز النكهه جدا جدا، هي ذره بسيطه بين صوابعك كده. هبدا انزل بالكيلو الدقيق. طبعا الدقيق لازم يكون يا جماعه مضمون، بقول له بكرر تاني وقلت في فيديو الكحك، الدقيق لو هو هضرب هنا بقى بصي ضرب متقطع، عشان انا مش عايزه العجينه بتاعتي تنشف منه، مش عايزاها تبقى زي المخبوزات. اضرب كده ضرب متقطع واقفل، وبعدين اضربها بس يا دوب تلم فقط لا غير بالمنظر ده، عشان تبقى ناعمه مبقاش فيها عرق. الدقيق قلت مهم جدا، لو حتى انت متعوده تجيبي دقيق سايب بس ضامناه وجربتيه اكتر من مره في الحلويات يبقى تمام. ان النواعم مهم جدا نوع الدقيق. انواع الدقيق معروفه طبعا، الضحى ده يعني ممتاز جدا، السنبله، الكوثر ممتازين. إيه لو انت بقى الدقيق سايب، لو انت مجرباه قبل كده قلنا إيه هاتي. هبدا طبعا احطه في كيس حلواني، وابدا بعد كده ابدا انزل، ببقى رافعه مش ضغط قوي على الرسمه بتاعته، لا ببقى رافعاها شويه عشان تنزل متساويه بالمنظر ده.
طبعا لو عايز تشتغل بالمكنه بيبقى اقل كتير، ما بيبقاش بقى 600 جرام، بيبقى 550 جرام. لو انت عايزاها البسكوته بتاعتك دايبه دوب وانها ما بتعرفش تمسكها في ايدك، ممكن تخليها 650 جرام زبده. بس انا بحب البسكوته تبقى مقرمشه. والبسكوته يا جماعه غير البوتفور، البوتفور بيبقى دايب وناعم، كل ما يدوب كده تلاقيه يعني طعمها في منتهى الجمال. اما البسكوته لازم تكون فيها قرمشه، القرمشه دي هي اللي بتخليها طعمها تحفه. شوف اللون موحد، لون جميل جدا، سواء من فوق او من تحت اللون ما شاء الله تحفه. وبتتقطم جميله مخرفشه جدا من جوه وناعمه جدا على فكره، بس مش بتدوب في ايدك كده زي البوتفور. هي دي البسكوته الصح، اللي هي تبقى مقرمشه وبتقطم، ما بتبقاش محجره، لا بتقطم بخفه وبتبقى هشه من جوه. شكلها تحفة، لونها خطير. طبعا دخلتها على درجة حرارة الفرن، لازم يكون أي نواعم أي مخبوزات لازم يكون قبلها أنا مشغلاه ب10 دقايق. تدخل على سخن، على فرن ساخن ب180 درجة، على 180 درجة لمدة تلت ساعة 30 دقيقة حسب الفرن بتاعك. لو الفرن بتاعك بدرجات هتظبطيه، لو مش بدرجات يبقى حرارة متوسطة. وابدا ان انا اسيبها تلت ساعه 10 دقايق في فرن طبعا اللي هي الرف الاوسط. لو هدخل صينيتين يبقى اقلبهم كل 10 دقايق، اقلب كده عشان يبقى اللي تحت اخد نفس السوا واللي فوق اخد نفس السوا. لازم البسكوته بتاعتك تطلع مقرمشه، ما تطلعش بيضه، عشان تبقى البسكوته الصح. وبألف هنا وشفا.